تحياتي لكل المتابعات. النهاردة هنتكلم بس عن تأخر الحمل. ايه احسن اشعة تتعمل في حالات تأخر الحمل؟ ويا ترى صبغة الرحم احسن ولا سونار رباعي الابعاد احسن؟ الصراحة الاتنين موجودين، والاتنين ليهم اهمية كبيرة. يعني سونار رباعي الابعاد هيديكي معلومة عن بطانة الرحم، وهيديكي معلومة عن جدار الرحم، في اورام ولا مفيش، في حاجة في البطانة ولا مفيش، في لحمية ولا مفيش. كل ده هنعرفه عن طريق السونار رباعي الابعاد، ونطمن على المبيضين برضو هل فيهم مشكلة ولا لا. احيانا اجزاء من الانبوبة بتبان معانا في السونار، ونقدر نقولك اذا كان في مشكلة ولا لا، برضو باستعمال السونار رباعي الابعاد، يا اما بحقن سلاين او من غير. صبغة الرحم بتكمل المعلومة، وبتدينا معلومة برضو عن الأنبوبتين مفتوحين ولا لا. فمنصوح لأي حالة تأخر إنجاب إن هي تيجي تعمل الأشعتين دول، لأن كده كده أكيد الطبيب المعالج هيطلبهم منك.